الأميرة فوزية وحكاية أغلى شبكة في العالم. هي صنعت في دار فان كليف في فرنسا. لما الملكة نازلية عرفت إن بنتها هتلبس أغلى شبكة في العالم، قالت لأ، لازم الدار دي تصنع لي طقم ألبسه في الفرح لا يقل جمال وروعة عن اللي هتلبسه فوزية. يا حاجة، دي بنتك ودي شبكتها ودي العروسة. لأ، أنا لا يمكن أقعد جنب تاج الملوك المنافسة ليا أم العريس بأقل من اللي هتلبسه فوزية. بنتك أجمل ملكة في العالم وأحلى أميرة في العالم، وجمالها مش محتاج حاجة. أنا لازم ألبس حاجة من الدار ديك لا تقل روعة عن اللي هتلبسه فوزية. وده اللي حصل. ده اللي حصل. الدار مسكت العصاية بالنص وعملت لها كوليه روعة وتاج، والحلق بتاعه شيء خرافي، وفعلا كان بيلفت الأنظار. وبقى عندها المجموعة المميزة من بين مجوهراتها، وده اللي كانت بتعمل ليه الدارتك، إنها لما تعمل حاجة للملكة نازلي تبقى الحاجة المميزة من المجموعة النادرة الكبيرة اللي كانت عند الملكة نازلي. ده جزء من الحكايات اللي كانت عن شبكة الأميرة فوزية، والباقي بتتكون منين وزنها. لأ، تابعونا بقى. سلام.